عارف قد إيه جلد باباي قوي؟ حتى ماسورة حديد ممكن تسيب علامة من شكله بس. من فترة قريبة بلوتو زهق من تمرين الركلات وقرر يروح يشوف باباي. بالصدفة سمع زيتونة وهي بتقول له يضرب كيس اللكم. بلوتو في سكتة راح فضل كيس من الرمل وملاه بكتل حديد بدلها. باباي ما كانش واخد باله وضرب الكيس بقبضته، لكن الكيس ما اتحركش. اتعصب جدا ولف دراعاته بكل قوته. بوم! الكيس طار في الهواء وخبط في بلوتو اللي كان بيتفرج من بعيد، وده زود غله أكتر. بعد كده وأثناء تمرين القوة بلوتو علق نفسه في الجهاز وتحدى باباي في شد حبل بالموتوسيكلات، لكنه استخف بقوة باباي، وفي لحظة اتقلب من على الموتوسيكل وطار بعيد. ولما الهدوء رجع شوية كان وقت النزال الكبير. زيتونة كانت سايقة وباباي معاها في الطريق للحلبة، لكن بلوتو رش بنزين على الطريق. باباي جري فوق البنزين وهو بيولع، لكن زيتونة لحقت وأنقذته في آخر لحظة. بس بلوتو ما خلاش، راح حافر الطريق وحاطط فيه حفر مليانة أسمنت. باباي وقع في واحدة منهم، وزيتونة المرة دي ما خدتش بالها، فاضطر يجري وهو شايل كتلة أسمنت تقيلة. ولما وصلوا أخيراً للحلبة كان باباي منهك تماماً، ومع كده زيتونة دخلته الحلبة بالعافية. وطبعاً بلوتو بدأ يضرب فيه ضرب، لكن جلد باباي السميك استحمل وما حصلهوش حاجة. والحكم بدأ العد التنازلي، وزيتونة بسرعة فتحت له علبة سبانخ وحشرتها في بقه. وأول ما أكلها كانت دي النهاية بالنسبة لبلوتو.